هلو اهلا يا اصحابي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ منورين القناة. النهاردة هاخدكم في جولة حلوة كده، نروح محلات دولار تري ونتفرج على الديكوريشنز الجديدة والحاجات الجديدة لموسم الخريف الفول. زي ما انتم شايفين، اول جزء السولار لايتس باشكال البامكن والحاجات السكيري، الجمجمة والشبح او العفريت. دي الحاجات اللي هي تاخد أشعة الشمس وبعد كده تطلع نور بالليل، تبقى زي لمبة بالليل. وبعدين عندنا جزء بقى من حاجات المطبخ الجديدة، الميتنز والفوط بتاعة المطبخ بأشكال الخريف، الكوبايات والأطباق الصيني. وطبعا كل حاجة بتكون $25 بعد كده عندنا شوية حلويات، الفول برضو، والهالوين، انواع مختلفة. في حاجات سكيري اهو، زي ايدين صوابع دي، او حاجات بتخوف الصوابع، بس يعني still it's candy. والباجز دي تستخدم للتريك اور تريت، لو هتعملوا تحطوا فيها الكاندي تبقى جاهزة وتديوها للأطفال كده، تبقى جاهزة، أو تبعتوها مع أولادكم للمدرسة. عندنا الديكوريشن الصغيرة دي، حجمها متوسط، حلوة مش صغيرة قوي. بامكن وحاجات الوحوش وجماجم وكلام من ده، عشان برضو الهالوين. شوية ديكورات للفول، الفزاعة، تيبل كفر، بس انتوا تلعبوا عليه زي لعب وتلوين وحاجات من دي حلوة. كفر للتشير، ترابيزة السفرة، تعملوا عشان يبقى الستايل اكبر واكتر للمكان. الهانجينج ساين، و زي الفازات بتاعت الزغنطوطة دي، زينة تحطيها جنب الشموع والورود. يعني تقدري تعملي ديكوريشن حلوة جدا من الكوليكشن بتاع دولار تري. عندنا البامكنز بأشكال مختلفة وألوان مختلفة وديكورات مختلفة، عشان تقدر تناسب ديكور البيت على حسب الديكور اللي بتكوني مختاراه. حلو السولار لايت ده، بيعمل اشكال سكيري، تقدري تستخدميه في البيت لو انتوا عاملين ديكورات فيها الحاجات السكيري للهالوين. لو مش بتحبوا الجزء ده بلاش. دي تستخدميها في البامكن، ودي استيكرات تعلقيها على البامكن لو بتشتروا البامكن الكبيرة وبتعملوا لها كارفنج من جوه، وتفضوا الحاجة اللي فيها تستخدموها في الاكل، وبعدين تعملوا رسومات مع الاولاد. والانوار الزغنطوطة الليد تقدروا تحطوها برضه، عاملينها باشكال سكيري. فرايتي للبامكنز والحاجات اللي بالالوان الرعب، والسبايدرز والباتس والحاجات دي، عشان كل الناس اللي بيحبوا يعملوا ديكورات سكيري تخوف للهالوين او الحفلات، يعني فن بالنسبة لهم. ده لو هتعلقوها على الباب للهانجينج ساين، تعلقوا بيها الساين، عاملينها برضو بالمنظر عليها حاجات تخوف. ده كله للناس اللي بتحب تعمل الديكورات اللي بتخوف. انا مش من هواة الهالوين ولا الحاجات السكيري خالص، بصراحة ما ببقاش حابة اصلا ان انا امشي في الجزء ده، بس حبيت اصوره لكم ووريكم الحاجات اللي بتبقى موجودة. الجزء التاني ده بقى عندنا الديكورات العادية بتاعة الفول. فعندنا البامكن بالليزر ده، بالجلد بقى اللون فاتح واللون غامق. وعندنا العادية اللي هي زي الفل. ديكورات للأطفال كتير يستخدموها، والفزاعة أو السكيري ساين، ومجموعة تانية كبيرة كولكشن كتير من البامكنز وقطن. عندنا بامكن الحديد دي، تقدروا تعملوا بيها الساين، او تعلقوها على الباب من برا بشكل بامكن، وتحطوا كلمة هلو مع شوية بامكن تانية من الصغننين دول. وفي شايفين الكورن، الذرة،
شوية sunflowers، تقدروا تحطوا decoration bow اللي هي تعملوا فيونكة يعني وتعلقوها، او الليزر ساين من دي. تستخدموا ديكورات كتير وتعلقوا، او تجيبوا الساين الجاهزة اللي زي دي. وزي ما اتفقنا كل حاجة زي ما احنا عارفين $1.25. بتقدروا تعلقوها جاهزة زي كده على الباب من برا. يعني تقدروا تعملوا affordable decor for less price. لو مش بتحبوا تعملوا DIY ديكورات بنفسكم، تقدروا تلاقوا كل الديكورات دي موجودة، كله موجود في دولار تري. تقدروا تعملوا تغيير لديكور البيت بكل سهولة وبكل بساطة، ويبقى عندكم فريشمنت للديكوريشن في البيت. تحسوا ان في تجديد، تحسوا ان في تغيير، تحسوا بتغيير الموسم. فبيبقى جو جميل ومختلف عن ان الحياة تفضل هي نورمال وتيبيكال ومفيش اي تجديدات. وطبعا احنا عارفين الامريكان بيهتموا قوي بموضوع التجديدات بتاعة المواسم ده، وسبيشالي يعني نمط الحياة مختلف في امريكا. لخبطة مواعيد الشغل، وان الناس بتبقى بعيدة عن بعض. يعني نورمال لايف ان الاهل ممكن يكونوا في ولاية والاولاد في ولاية تانية، القرايب في ولاية تانية، بيتجمعوا في mostly في الاعياد او موسم الفول اكتر، على وقت Thanksgiving والكريسماس. عشان كده دايما الامريكان بالذات بيحبوا قوي موسم الخريف والفول وثانكسجيفنج وكريسماس، لان ده بيبقى الوقت اللي بتجمع فيه الاسر مع بعض. وطبعا بما اننا عرب ومصريين موجودين هنا برضو، فاحنا برضو بنحس بنفس الاحساس والجو، لان احنا برضو بعيد عن اهلنا، وبيبقى بالنسبة لنا المواسم دي والتغييرات في الديكور بتفرق معانا برضو في تغيير جو نمط الحياة في البلد. ولو بيبقى عندنا مثلا نقدر في ايام اجازة اكتر شوية، فممكن الفاميلي تتجمع مع بعض، الاصحاب يتجمعوا مع بعض، نقدر نغير جو ونحس بلمة العيلة زي ما كان بيحصل في مصر او في الدول العربية بتاعتنا. باقي الديكورات هنا للخريف برضو والفول، بس اغلبها برضو شغل DIY او الكرافت، سواء للاطفال او للكبار. يعملوا الكرافت لو بيحبوا الكرافت. يعني انا بحب اشتري حاجات من اللي بتبقى محتاجة تتلون، بينتينج، تدهنوها بالدهانات والالوان وتعملوا ديكورات مختلفة. وبحب اغير في الاشكال زي كده، بس طبعا الحاجات دي بتبقى محتاجة وقت وكيفية يعني تايم ان الواحد يعملها ويصور وينزل الفيديوهات دي. انا حابة بجد ان انا احاول اعمل لكم شوية فيديوهات للديكورات دي وننزلها مع بعض. بس طبعا بقالي فترة مش بقدر انزل، تعب زيادة. لو ادعولي بقى وصلولي ان احنا نقدر الفترة الجاية نقدر نعمل شوية فيديوهات جديدة، نعمل شوية ديكورات جديدة حلوين جدا جدا دول. وب$25 ده حاجة في منتهى الجمال. ويبقى حلو جدا جدا في الديكور. تقدروا تحطوا فيها شوية small pumpkins من البامكنز اللي فاتت في الأجزاء اللي فاتت، وتحطوا معاها في الديكوريشن تراي اللي هي الصواني اللي بتكون صواني الديكور دي، وتحطوا الجزء البتاع دي مع البامكنز والشموع بروايح البامكن سبايس بقى والحاجات بتاعت الروائح الخريف دي. والطقم بتاع الديشارجر ده بالتشيكر بليتس دي حلو جدا خالص كديكور في الفترة دي. يعني شكلهم حلو. الطقم ده جديد ومختلف. عندنا شوية ديكورات تانية هنا اهو للكيتشن، وكلها طبعا برسومات الخريف. الهانجينج ساين دي برضو شكلهم لزوز كده، تعلقون في المطبخ مع ديكورات تانية للخريف. دي كلها حاجات حلوة خالص وشيك. حبيت اوريكم النيو كوليكشن الموجودة جديد في قسم
التنظيم الحاجات البلاستيك للمطبخ وللبيت عموما، فدول جداد حجمهم كبير عن الحجم اللي فات. دي تعتبر مصفة اطباق او زي رشاقة صغنطوطة، بس برضو حجمها حلو مقارنة بان هي $1.25. لو رحتوا وول مارت او اي ستور تاني هتلاقوها مش اقل من 3 ل5 دولار. سو دي هارد افضل. دي ستورج تقدروا تستخدموها في التلاجة، للسندوتشات، للحوم المصنعة، للجبن، للحاجات اللي زي كده. دي كلها الباسكتات تنفع للأورجانيزيشن، حلوة جدا. الباسكت ده كبير، حجمه كبير وحلو. ام سوري ان انا مش مصورة صح اهو. هنا بصوا ده كبير فعلا. ده بيبقى يوجوالي الحجم الكبير ده في دولار، في وول مارت بيبقى في almost $3. كان حلو جدا. هنا حبيت اوريكم يعني لفتة سريعة للجزء بتاع البيبي سيكشن الموجود في الستور بتاعي. ما كانش فيه ستوك قوي للحاجات فما صورتهاش كلها. بعد كده دخلنا تاني بقى على البرطمانات الازاز للستورج فود والسبايسز والحاجات دي. تقدروا تجيبوها اشكال حلوة جديدة وشكلها شيك. تقدروا تعملوها كمان تستخدموها في الديكورات. وكمان كوبايات الازاز باختلافاتها واحجام واشكال وعليها رسومات. كوبايات المية الازاز او العصاير والمشروبات، عارفين طبعا هما بالنسبة لهم هيشربوا فيها البير والحاجات التانية، احنا بنستخدمها في مية والعصاير بتاعتنا والسموزيز والحاجات دي. كولكشن حلو بصراحة. الستور كان عنده كمية فرايتي حلوة في الفترة دي، ومش كل مرة بيبقى موجود. عندنا طبعا اللزق بتاع اللي هو زي السيراميك او برسومات تانية او برسمة الخشب، حلو جدا. لو بتستخدموه تلزقوه على تستخدموه لزق للحوائط، للأدراج، لأماكن ستورج، يعني بيدي ديكور مختلف وتقدروا تغيروا بيه الديكور. دول بينفعوا بلسمة يعني تحت تحطيها تحت الأطباق في عند السفرة، يعني بيبقى زي يعني زي كفر لكل شخص وهو قاعد كده. تحطي دي الأول. فأعجبوني أشكالهم جدا، حلوين وشيك وفرايتي كتيرة. فحبيت أفرجكم شكلهم، رسومات كتيرة. وممكن كمان بصوا تقصوها وتعملوا منها ساين تعلقوها مثلا زي دي this kitchen is seasoned with love. فممكن نقص الدايرة دي بتاعت this kitchen ونحطها على ساين خشب مثلا او كرتون مدورة. وبعدين السبايسز دول ممكن نقصهم برضو ونعلقهم يبقوا مثلا نازلين منها. هحاول اعمل لكم، عجبتني الفكرة دلوقتي ولما جت في دماغي وانا بقولها لكم، فممكن نعملها مع بعض DIY في بروجكت في فيديو تاني مع بعض. ودول الكوسترز بتوع المشروبات. لما تستخدمي مشروبات سخنة وكده عندك فرايتي اشكال حلوة. دي للخريف اهي، وفي اشكال تانية عادية. دي الكوسترز دي زي سيراميك او رخام، يعني حاجة ان هي من الانواع زي المج السيراميك، يعني زي المجات والاطباق فبتتكسر وكده يعني. طبعا الكوبايات دي تحفة 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 وحلوة جدا للشاي، للهوت شوكليت، لذيذة. دول ستورج بس بلاستيك او اكريليك. فممكن تستخدموهم في الكيتشن، للسبايسز، للكوتون بادز والحاجات دي. المج ده تحفة جدا ونزل تاني في ستوك منه. فعندنا الشكل ده والشكل ده حلوين جدا، حلوين في السموزيز، حلوين في الهوت شوكليت والكلام ده، والجو ساقع جاي. عندهم نزل الستورج ده، البرطمان الازاز ده اللي
بالميتال كفر بتاعه. في منه سايزين بصراحة تحفة. بصوا عجبني المج بالشكل، الاشكال الحلوة بتاعتهم دي، فرايتي حلوة والحجم كبير. وبصراحة السعر يعني مش هتقدروا تقارنوه بأي مكان تاني. المجات في أي مكان تاني أعلى من كده في الأسعار. وكمان في الحجم اللي بيبقى بنفس السعر حجمه صغير. باقي الجزء التاني للكيتشن دي المعالق، في الخامات الميتال، وفي خامات اللي هي بتستحمل الحرارة برضو، بس مش يعني في السيليكون وفي اللي مش سيليكون اللي هي الخامة التانية. بس طبعا في درجة حرارة معينة، وطبعا في بيبقى مكتوب الدايركشن بتاعها. ده جزء برضو من فترة الهالوين، بس ده الاحتفال بتاع الاسبانيش بيبول، المكسيكان بيبول بمعنى أصح. فهما بيحتفلوا بالهالوين بطريقة تانية، مش بيحتفلوا بيه رعب وكلام من ده. يعني هما بالنسبة لهم دي مش حاجات رعب، ده Day of the Dead، يوم الموتى. فبالنسبة لهم الفكرة عندهم ان بيتذكروا في الموتى بتوعهم. يعني بالنسبة لهم ان في اليوم ده، بالنسبة لهم في اليوم ده الأموات، أي حد قريبهم اتوفى أو كده في اليوم ده يعني زي بيجولهم، بس بيجوا مش رعب، يعني بيجوا بيحسوا بوجودهم، يعني يطمنوا عليهم، هم يفرحوا بوجودهم أو يحسوا بوجودهم، يعني كده. يعني ده اللي أنا فهمته من المواقف اللي شفتها أو الأفلام أو الحاجات دي عن ثقافتهم في اليوم ده. ده بالنسبة للمكسيكان. فبالنسبة لهم الديكوريشن بتبقى ورود على الجماجم، وبيجيبوا ورود معينة في زهرة معينة بيقولوا عليها، بيحبوا يجيبوها في اليوم ده، بتساعد ان ويجيبوا صور الأموات مع صور قرايبهم اللي عايشين. بيقولك هو كده روح الميت بتعرف تستدل على مكان قرايبه أو عيلته، ويعرفوا يتجمعوا، يعني يشوفوهم في اليوم ده ويطمنوا عليهم. ومش يعني غريبة، بس ده الثقافة بتاعتهم اللي واصلة لهم من أيام زمان. ف السنة دي خدت بالي ان مش دولار تري بس اللي عامل الديكوريشنز الكتيرة دي بتاع Day of the Dead، لا كمان في مايكلز، وفي استورات تانية كتير. دي كانت جولة بسيطة النهاردة في دولار تري، اتمنى تكون عجبتكم، وان شاء الله اخدكم في جولات تانية. والمرة الجاية نعمل الفيديو نقول ايه الحاجات الحلوة اللي نقدر نشتريها من دولار تري. استنوني في الفيديو الجديد ونتعلم مع بعض ايه الحاجات الكويسة اللي نقدر نجيبها من دولار تري. اكتبولي في الكومنتس ايه عجبكم وايه ما عجبكوش، وتحبوا تشوفوا فيديوهات ايه تاني.